أوقات كتير لما بنقرأ قضية قتل أو اختفاء أو قضايا لقتلة متسلسلين، سؤالنا الأول بيكون مين ممكن يعمل كده؟ وخاصة لو القاتل مش معروف. عشان كده احنا في تحقيق بنقدم لك القضايا اللي اتقفلت ضد مجهول بنظرة مختلفة، تفكير مختلف. بنفتح لك طريق انك تفكر وتحقق بنفسك وتشوف أقرب نظرية للقضية وأقرب حل ليها، عشان نوصل سوا للقاتل، نعرف دوافعه، وكمان علشان تشوف الجريمة من منظور تاني. لو بتحب أدب الجريمة والتفكير في كل تفاصيله، فأكيد برودكاست تحقيق هو المكان الأمثل ليك. الأميرة التي سعت للحرية ونيل الجنسية المصرية. هنتكلم النهاردة عن الفنانة الراحلة أسمهان، اللي كان خبر غرقها في ترعة وهي في طريقها لراس البر مصدر للشكوك المستمرة. إيميلي أو أمال فهد إسماعيل الأطرش اتولدت في عرض البحر لما كان أهلها في طريقهم لسوريا في واحدة من السفن اليونانية، بعد ما حصل خلاف بين السلطات التركية ووالدها اللي كان بيشتغل في القضاء التركي، وقدر لأمال إنها تتولد في الوقت ده. ولحسن حظهم كانوا من عيلة كبيرة جدا في سوريا وعايشين في حالة مادية كويسة، ولكن كالعادة تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن، ويتوفى والدها في 1924، واضطرت والدتهم علاء المنذر إنها تاخد أطفالها وتسافر لمصر، وده بسبب الوضع السياسي في سوريا. قامت الثورة الدرزية وبعدها قامت الثورة السورية الكبرى، وده اللي خلاهم في حالة يرثى لها. لما وصلوا مصر عاشوا في حي الفجالة، وكان مصدر الدخل الوحيد ليهم إنهم بيبيعوا ذهب والدتهم ويصرفوا منه. ولما الذهب خلص بدأت الأم إنها تخيط هدوم الجيران، ومن هنا تبدأ حكاية أسمهان. لما والدتها كانت بتخيط للجيران اتعودت تدندن بصوتها الجميل. واحد من جيرانهم كان عازف إنجليزي، واللي عرض عليها يعمل لها اسطوانات بصوتها وتغني في حفلات خاصة مقابل مبلغ مالي قليل. وبسبب حالتهم الاقتصادية فتعلقت في قشاية ووافقت. وبعدها سمع صوت بنتها أمال وأعجب جدا بصوتها، فعرض عليها هي كمان بس بمبلغ مالي أكتر شوية، فوافقت. ولسوء حظها إن أصحابها في المدرسة عايروها في المدرسة إنها بتغني، فعملت زي أي حد بيفهم وسابت التعليم. وفي الوقت ده استمرت في الغنى لحد ما ابن عمها أمير الدروس حسن الأطرش عرف إنها بقت مغنية، فخد بعضه وطلع على مصر عشان يمنعها من الغنى. ولكن لما شافها وقع في حبها، واستغل موضوع إنها بتغني ده لصالحه، وقال لوالدتها إنها لو ما جوزتهالوش هيقول لأهلهم هناك إنها بقت فنانة وهيقتلوها هي وأمها. وبالرغم من صغر سن آمال وقتها إلا إنها اضطرت توافق على الجوازة، واتجوزت أمال من الأمير وأصبحت هي كمان أميرة، وعاشت معاه 6 سنين وأنجبت منه بنتها الوحيدة. ورغم السنين دي كلها إلا إنها ما قدرتش إنها تتأقلم معاه، وصممت على الطلاق أكتر من مرة، وحاولت أكتر من مرة إنها تنهي حياتها بس فشلت، وقدرت في الآخر إنها تتطلق وترجع على مصر. على الناحية التانية كان أخوها فريد الأطرش بدأ يشق طريقه كفنان، وفي أحد الأيام الملحن داوود حسني كان عندهم في البيت، وبمجرد ما الملحن داوود حسني سمع صوتها افتكر صوت بنت كان هو بيدربها وللأسف ماتت. البنت دي كان اسمها أسمهان، لذلك أول ما سمع صوت أمال أطلق عليها أسمهان. وبدأ الاتنين اخوات يغنوا، أسمهان وفريد الأطرش، وعملوا شعبية كبيرة جدا، واتفتحت لهم طاقة القدر وذاع صوتهم في الغنى، واتفتحت لهم أبواب السينما، وعملت أول فيلم ليها انتصار الشباب، وقربت من مخرج الفيلم أحمد بدرهان وطلبت منه إنها يتجوزها عشان تاخد الجنسية المصرية. ولأن القانون المصري وقتها كان بيمنع زواج المصريين والأجانب إلا بعد موافقة وزارة الداخلية والعدل، فاضطر إن هم يتجوزوا عرفي، بس للمرة التانية زواجها ما يستمرش وتتطلق.
وقالوا وقتها إن ده بسبب شخصيتها الغريبة، وإن كل تصرفاتها عكس بعض، ده غير عدم رضاها عن الفقر اللي هي فيه، ومشاكلها النفسية الكتيرة، وعلاقاتها الغرامية المتعددة. علاقاتها الغرامية اللي هتاخدنا لعلاقتها بالكاتب والصحفي الكبير محمد التبعي، اللي كان بينهم قصة حب كبيرة جدا، لدرجة إن أسمهان كانت عايشة معاه في البيت، ولما طلبت منه الجواز رفض بسبب إنها هوائية وبتسعى دايما للحرية. لحد هنا تمام. تعالوا بقى نحكي لكم عن علاقتها بالمخابرات الإنجليزية، اللي طلبت منها إنها تكون جاسوسة ليها في أثناء الحرب العالمية الثانية، وده لأن الإنجليز والألمان والإيطاليين كانوا بيتخانقوا على منطقة الشرق الأوسط، فكانوا عايزينها ترجع سوريا وتقنع زوجها الأسبق الأمير حسن إنه ينقلب على الحكومة الإيطالية هناك. وطبعا المخابرات الإنجليزية استغلت الفقر الشديد اللي هي فيه، وعرضوا عليها مبلغ خرافي، فوافقت أسمهان ورجعت على سوريا عشان تقنع زوجها السابق إنه ينقلب على الحكومة الفاشية بقيادة موسوليني. وطبعا زوجها وافق بشرط إنها ترجع له، وكان شرطها إنها ترجع له بس تعيش في فندق داوود باشا في جناح ملكي في القدس. وبالفعل عاشت هناك لكرهها للجبل ولزوجها نفسه، وعاشت هناك حياة الليل والسهر. يوميا كانت بتشرب وتلعب، واستمرت كمان علاقتها بالتبع وقتها. وانا بكلمك هنا على ان زوجها امير في بلاده، فالاخبار كانت بتنتشر كالنار في الهشيم. فقرر زوجها انه يطلقها بعد ما بقى اضحوكه قدام الناس. وقتها زوجها الامير حسن طردها وهددها انها لو رجعت على بيروت تاني هيقتلها، وفي نفس الوقت عرض الالمان عليها انها تكون جاسوسه ليهم ووافقت. ولكن لسوء حظها الامر اتفضح عند القوات البريطانيه اللي قبضوا عليها وهي في طريقها لتركيا وراجعه للقدس. وفي اللحظه دي تخلى عنها كل الناس حتى التبعي اللي كانت على علاقه معاه، عشان يظهر من العدم طاقه النجاه ليها الفنان احمد سالم، اللي اتقابل معاها صدفه في فندق داوود باشا في القدس اللي كانت قاعده فيه. وبعد وقت قليل من معرفتهم لبعض مارست أسمهان هوايتها المفضلة إنها تطلب الجواز، لأنها كانت هتموت وتاخد الجنسية المصرية. مين متابعها وعارف الأخبار؟ طليقها الأمير حسن، واللي بمجرد ما عرف خبر جوازها من أحمد سالم اتجنن وضغط على القوات البريطانية إنهم يطردوها من القدس. وهنا قابلت مشكلة بسبب القوانين، إنها مش هتعرف ترجع غير بعد ما تتطلق. وبالفعل اتطلقت ورجعت، وهناك قدروا يلغوا الطلاق اللي تم بالإجبار، ورجعت أسمهان مع أحمد سالم متجوزين، ونالت الحلم اللي فضلت تسعى ليه وهو الجنسية المصرية، وعاشت حياة هادية مع أحمد سالم، ورجعت تمضي أفلام تاني لحد ما مضت على عقد فيلمها التاني غرام وانتقام، واللي كان فيلمها التاني والأخير. بس رجعت المشاكل تزور حياتها من جديد لما ازدادت غيرة زوجها أحمد سالم بسبب تواجدها الدايم في بيت حسنين باشا رئيس الديوان الملكي. وصلت الغيرة إنها في أحد الأيام لما وصلت بيتها متأخر وسألها زوجها عن سبب تأخرها، قالت له إنها كانت عند حسنين باشا بتاخد رأيه في أغاني فيلمها الجديد عشان يطلع زوجها مسدسه ويضربها بالنار. ولحسن الحظ إنها تفادت الضربة، وطلبت أسمهان بسرعة النجدة، وحصل وقتها تبادل إطلاق نار، واتصاب أحمد سالم في صدره، واتهم بعدة قضايا زي مقاومة السلطات والشروع في قتل وغيره. في الوقت ده كان تصوير فيلم أسمهان قائم، ولما حست نفسها مش كويسة طلبت منها صديقتها ماري قلادة إنهم يسافروا راس البر، وراحت تستأذن من يوسف بيه وهبي، واللي حكى القصة وقال جت تستأذن مني تروح راس البر مع صديقتها، وعلشان الفيلم أنا رفضت وقلت لها تيجي معانا اسكندرية أنا وزوجتي، وقعدت أقلقها من راس البر وأصر عليها بشكل غير مبرر معرفش ليه، ولكن هي قالت لي إنها وعدت صديقتها وهم سبقوها بعربيتهم، وهي وصديقتها ماري هيروحوا بعدهم بساعة بعربية الاستوديو. وده كان آخر طريق تشوفوا أسمهان. وهم على الطريق انحرفت العربية ووقعت في الترعة. وقتها معرفش ينجو منها غير السواق اللي قدر يفتح الباب ويهرب، واللي الآن محدش يعرف عنه شيء. وغرقت أسمهان وصديقتها. ولكن الموضوع ما وقفش لحد هنا. الناس اللي في المنطقة اللي غرقت فيها أسمهان قالوا إن الطريق ما كانش فيه إصلاحات غير قبلها بوقت قليل جدا في نفس اليوم، وإنهم شافوها هي وصديقتها بيتضربوا بالنار قبل ما العربية تنحرف، وإن الترعة ما كانتش غويطة لدرجة الغرق. والغريب في الموضوع إن أخوها فريد الأطرش رفض تشريحها
وقال إن جاله أوامر من قيادات عليا بعدم التشريح. ووقتها انتشر كلام كتير عن قضية أسمهان، واتهم فيها ناس كتير زي مثلا زوجها السابق الأمير حسن بسبب غيرته الشديدة إنها اتجوزت من حد تاني، واتقال إن المخابرات الأمريكية مسؤولة عن قتلها، وإن السواق كان عميل ليهم بسبب خيانتها ليهم. وناس تانية اتهمت الملكة نازلي بسبب غيرتها الشديدة من أسمهان، ولأنها حاولت برضو تخرجها من مصر قبل كده، وده بيرجع لعلاقتها بحسنين باشا اللي كان متجوز الملكة نازلي في السر. واتهم برضو محمود بيه الغزالي مدير الأمن العام في مصر وقتها، وده لأنه كان بيهدد أسمهان إنه هيطردها من مصر، وكان بينهم لقاءات كتير قبل وفاتها. أما عن الحكاية الأكثر انتشارا هي اتهام أم كلثوم بقتل أسمهان، وده بسبب المنافسة الشديدة بينهم. ولكن الكلام ده نفته صديقة أسمهان المقربة، وقالت إنهم كانوا أصدقاء وقتها. وبعد ما حكينا لكم قصة أسمهان كاملة، تفتكروا مين اللي قتلها؟ ولا يمكن تكون حادثة قضاء وقدر زي ما البعض بيقول؟ لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لأن ده فعلا بيساعد في انتشار القناة. ولو حابب تحقق معانا في الجرايم، يا ريت تبعت لنا أفكار.